مع الاونلاين ستورز هحكي لك مشكله حصلت مع عميل اي كوميرس وحليناها ازاي. الاونر كان جاي يقول لي انا بعمل كل حاجه صح، عندي ترافيك عالي، الاعلانات شغاله كويس، بس الناس بتدخل الموقع ومش بتشتري. دخلت اشوف فيه ايه، لقيت حاجه غريبه جدا، لقيت الباونس ريت ثواني. يعني كل الناس بتوصل لصفحه المنتج تقعد ثواني وبعدين تخرج. طب ليه؟ قعدت اسال نفسي وبعد شويه ريسيرش اكتشفت السبب. صور الاعلان بتقول ان المنتج حاجه، والصور اللي بخلفيه بيضاء اللي على السايت بتقول حاجه تانية خالص. المنتج كان حجمه صغير في الحقيقه، لكن الصور والديزاينز طلعته بشكل يجنن، تحفه بجد. فالناس كانت تفتح السايت تشوف المقاس الحقيقي، تشوف المواصفات، فتحس انها اتخدعت فتخرج فورا، مع ان الديزاين بجد يجنن. الحل ببساطه كان ان انا صورت صور جديده، نفس الصور استخدمتها بشكل تاني مختلف في الديزاينز، بدانا نوضح الحجم والمقاسات الحقيقيه للمنتج، وبالتالي كتبت وصف اوضح والمبيعات بدات تتحرك فورا. نتعلم من كده انه الاعلان مش شكل حلو بس، لو العميل حس ان الصور والحقيقه مش واحد، مش شكل بعض، مش بس هيشتري، ده عمره ما هيرجع لك تاني. فانا